السلام عليكم. في الحقيقة لما تشوفوا وتلاقي إن الإعلام العربي كله والإعلام بتاع الشرق الأوسط كله بيتكلم على قافلة الصمود، يبقى دي حاجة لازم نقف عندها. في الحقيقة لما تلاقي الإعلام كله بتاع الشرق الأوسط، أنا لسه ما اتكلمتش على الإعلام الأوروبي والإعلام العبري والإعلام الخارجي تلاقي الإعلام العربي بتاع الشرق الأوسط كله بيتكلم على قافلة الصمود وبيقول إن مصر هي اللي واقفة ضد قافلة الصمود. يبقى في هنا سؤالين لازم تطرحهم على نفسك، مش أنا اللي هطرحهم عليك. أول سؤال يا باشا، قافلة الصمود دي كانت فين من 7 أكتوبر؟ ثاني الفترة دي كلها ويبقى عندهم النخوة والرجولة والعروبة انهم يبقوا يكونوا مجموعة اشخاص ويسموها قافلة الصمود ويلا نطلع نفك الحصار. السؤال التاني، اشمعنى ليه في الوقت ده بالذات بعد ما القوات بتاع الكيان حصدت كل اهل قطاع غزة قريبين من المعبر بتاع رفح؟ يبقى نفهم من السؤالين دول ان دي خطة مدبرة يا باشا. هم جهزوا حالهم وكثفوا الضربات، اضرب 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 اضرب، وقرب اهل القطاع من الحدود المصرية مع خطة قافلة الصمود هتيجي في الوقت المناسب وفي الساعة وفي تاريخه. هم محددين كل حاجة لان دي خطة منظمة على مصر. هتيجي هتفتح المعبر، طبعا مش هيلاقوا سبيل الا واحد بتوع اهل القطاع انهم هيدخلوا معبر رفح. واقفل يا باشا معبر رفح ونبقى سيبنا القطاع كله فاضي. مين اللي خد القطاع يا باشا دلوقتي بقى؟ انت اللي خدت القطاع؟ حد من اهل القطاع كده خده؟ سيبنا لهم القطاع يا باشا، هم اخدوه. يبقى احنا كعرب قدمنا لهم خطة التهجير على طبق من دهب، قلنا لهم خدوا اتفضلوا، مخططاتكم احنا اللي بنعملها. تبص للاعلام العربي وهو بيهاجم مصر بالفعل، وعلى جميع السوشيال ميديا بيهاجموا بيقولوا ان الشعب المصري والقوات المصرية هي اللي واقفة ضد قافلة الصمود. قافلة الصمود خلي يا باشا انا معاك، خلي قافلة الصمود عدت ودخلت وفتحت معبر رفح يا باشا، خلاص هي فتحته واهل القطاع كلهم دخلوا لسينا على راسنا، ما بنقولش حاجة، دخلوا لسينا. اقفل يا باشا المعبر، سيبنا القطاع فاضي، القطاع بقى فاضي. مين صاحب الارض دلوقتي؟ مين اخد الارض؟ هم اللي اخدوا الارض يا باشا، انت لسه هتفكر؟ ما تفكرش، هم اللي اخدوا الارض. بعد ما قافلة الصمود تخلص مهمتها وبعد ما خلاص هم دخلوا اهل القطاع لسينا والمعبر اتقفل وهم اخدوا الارض، هترجع طبعا قافلة الصمود كل واحد يروح على بيته ويرفعوا الاعلام واحنا انتصرنا واحنا فكينا الحصار واحنا مش عارف عملنا ايه، وكل القنوات اللي تبعهم يطلعوا يقولوا ده انتصروا، ده فكوا الحصار، ده عملوا، ونطلع نحتفل ونطلع نعمل. لا مش احتفال يا باشا، دي مش احتفال يا باشا، هم اللي يحتفلوا يا باشا، هم اللي انتصروا يا باشا. انتصروا بايه؟ العرب اللي هم احنا قدمنا لهم الخطه بتاعهم اللي هم نفسهم يعملوها على طبق من دهب، خدوا اتفضلوا خطتكم احنا اللي نفذناها وبمزاجكم. بيحاربونا بايه؟ بالاعلام. بيحاربونا بايه؟ بعقلهم. ما نفتحش احنا عقولنا بقى، ما نفتحش احنا عقولنا ونمشي ورا كلامهم. ما احنا لازم نفهم، احنا لازم نفهم ايه الوضع. قافلة الصمود دي ايه وضعها؟ مين ممونها؟ مين محركها ومخليها تتحرك في جميع الاتجاهات كده؟ قافلة الصمود كلها عرب على دماغنا، انتوا على دماغنا من فوق، بس احنا مش ضدكم ولا احنا ضد الشعب الفلسطيني، دول اخواتنا ودمنا. انا زعلان وانت زعلان، خلينا فتحنا المعبر وهم دخلوا خلاص، فكينا الحصار خلاص، انتوا كده فكيتوا الحصار. طب القطاع ده هيبقى ملك مين؟ مين اللي هياخده؟ اسأل نفسك يا باشا، مين اللي هياخده؟ هم خلاص كده اخدوه. انا مش مع قافلة الصمود ده يا جماعة، وانا بشجع الجيش وبطلب من الجيش وبطلب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعيد النظر في دخول قافلة الصمود دي الصراحة، لان انا اعتقادي الشخصي ان ده مخطط ومؤامرة على مصر، ومخطط ومؤامرة على الدول العربية. مصر يا باشا مش محتاجة، الحمد لله لله الحمد، مش محتاجة تدفع فلوس لأي دولة عشان تحميها. مفيش حد بيجي يحمل شوال الفلوس من زي ما حمل كده من أي دولة، مع احترام لجميع الشعوب العربية، حمل ومش عشان يحميها. مصر ما بتعملش قاعدات يا باشا على أرضها، قاعدات خارجية لأي دولة عشان تحميها. مصر اللي حماها ربنا ثم جيشها ورجالتها. قسما بالله رجالة مصر لو استشهدوا راجل هيطلع حريمها يكافحوا ويحاربوا حريمها، وهيضحوا بآخر نقطة في دمهم.
احنا مش ضد القضيه الفلسطينيه يا جماعه والله، احنا اخواتنا دول عزاز على دماغنا والله، واحنا الحمد لله صامدين مع القضيه الفلسطينيه. وانا بدعم الجيش المصري في جميع قراراته، انا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع قراراته، وتحيا مصر. والرئيس عبد الفتاح السيسي لو نزل الانتخابات مره هنتخبه، لو نزل الثانيه هنتخبه، لو الثالثه هنتخبه، والرابعه هنتخبه، وهفضل انتخبه، لان هو ده الرجل الانسب في الوقت الحالي. الرجل الانسب، الراجل فاهم، عارف ايه اللي بيحصل، وعارف ايه اللي هيحصل من 8-9 سنين. والدليل ان هو بيسلح الجيش، عشان عارف ان قوة كل دولة بتتقاس بالجيش، يبقى فاهم اللي هيحصل. لولا جيشك ده كان مخططات كتير هم نفذوها. افهم، بلاقي تعليقات سلبية جاية، انتوا على دماغي وراكوا على دماغي. تعليقاتك السلبية افهم الاول قبل ما تعلق تعليق سلبي. افهم واعرف، وافهم المخططات اللي انت مش فاهمها ولا انت عارفها، المخابرات عارفاها. تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة واثنين وثلاثة، تحيا الجيش المصري. أنا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا في ظهرك يا ريس. حملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري، حملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري. أنا بدعمك يا ريس، أنا بدعمك يا ريس، أنا بدعمك يا ريس. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.